والآن مستمعي الكرام من هذا الموضوع إلى موضوع آخر مختلف تماما. افتتاح مهرجان مرج ابن عامر الرابع يوم السبت في مدينة جنين، ومعنا على الخط الهاتفي الحديث حول الموضوع السيد قدورة موسى محافظ منطقة جنين. وسعدت صباحا سيدي المحافظ. أهلا وسهلا عبدي، هلا فيك. ويوم السبت إذن نحن بارتقاب افتتاح المهرجان الرابع، مهرجان مرج ابن عامر للمرة الرابعة. هل لك أن تعطينا فكرة عن هذا المهرجان وعن كيفية يعني ما هي فعالياته؟ هذا مهرجان مرج ابن عامر باسم مرج ابن عامر الذي يربط ما بين جنين والماصري وحيفا. هذا المهرجان الذي يعلن للعالم بأن لنا ماضي وحاضر ومستقبل. يعلن التراث الفلسطيني. ستكون في اليوم الأول فرقة أصايل من رام الله، ويكون في يوم 20 الشهر فرقة النصاصر الوطنية التراثية، ويكون فعاليات ما بين تميم الأسدي والشعراء الشعبيين في الأيام ما بين 16 و20 الشهر. ويكون فعاليات هذا العام في منتصف المدينة في قصر الثقافي في سينما جنين. ويضم هذا أيضا فعاليات نهارية ما بين القصة القصيرة والأدب والشعر والنثر والموسيقى. نعم. وسياقا على ما كان في المهرجان الثالث، كم تتوقعون عدد الحضور؟ يعني اليوم نتوقع الحضور بشكل أكبر، ووجود المهرجان في وسط المدينة ليس بعيدا عن المدينة. أيضا افتتاح المعبر للساعة 12 بالليل، معبر الجامع، من أجل أن يشاركونا أهلنا في الداخل في احتفال في مهرجان مرج بن عامر. نتوقع يعني يكون الحضور لهذا العام أضعاف ما حضره العام الماضي. نعم. وسيد قدورة موسى محافظ منطقة جنين، بالنسبة للترتيبات لهذا المهرجان من يقوم بها؟ بلدية جنين أم أنه لمؤسسات خاصة يعني يترك أمر تنظيم المهرجان؟ هي تقوم فيها محافظة جنين، ورأس الحرب وزارة الثقافة وديرية الثقافة والمؤسسات الثقافية في المدينة، واتحاد الفنانين التشكيليين والشعبيين والشعب، كل من يهتم بالثقافة. نحن لدينا لجنة نسميها اللجنة العليا للثقافة والفنون لمحافظة جنين، تكون تابعة للمحافظة ولوزارة الثقافة، هي التي تقوم على تنظيم هذه الاحتفالات. نعم. ذكرت حضرتك بأنه المعبر سيكون مفتوحا حتى 12 منتصف الليل. هل هذا أو فتح المعبر بهذه الطريقة سيستمر بعد المهرجان، ولا أنه بس في فترة سيكون مفتوح يوم 13 الشهر من أمس حتى 1/9 أو 6/9 لنهاية عيد الفطر، ونأمل أن يستمر فتح المعبر إلى نهاية هذا العام. يعني من الممكن يعني فتح المعبر بعد ذلك؟ إن شاء الله. في هنالك حديث يعني حول هذا الموضوع؟ في حديث لعمل معرض صناعات وطنية في جنين يضم صناعات الفلسطينيين في الداخل وفلسطينيين الضفة الغربية، وإن شاء الله نتمكن من إحضار صناعات فلسطينية من الخارج. تكون في جنين في شهر 9 في نهاية شهر 9، وهذا أيضا سنقدم له طلب من أجل فتح المعبر في شهر 10 9 و11 إن شاء الله. نعم. إذن يوم السبت افتتاح مهرجان مرج ابن عامر الرابع. نشكرك جزيل الشكر سيد قدورة موسى محافظ منطقة جنين، شكرا لك وسعدت صباحا. سلام. وين ما رحت وين ما جيت، يا بالمكتب أو بالبيت، راديو FM أو على النت، ما في مثل